حضرت الأب البروفيسور سليم دكاش اليسوعي رئيس جامعة القديس يوسف، حضرت الرئيس الفخري لاتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف القاضي شكري صادق، حضرت رئيس الاتحاد البروفيسور كريستيان مكاري، أصحاب المعالي والسعادة، زميلاتي زملائي وأحبائي الحضور الكريم، وبخص النقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابات مثل ما تفضل بروفيسور مكاري، وجودهم إلى جانبنا اليوم هو التكريم الحقيقي لنا، لأنه نحن استمرارية لهم، وأنا كان شعاري دائما أنه نحن سلسلة لا تنكسر. بقى اسمح لنا يعني. أتوجه إليكم في هذه الأمسية بقلب مفعم بمحبة إنجيلية تشربتها من تعليم يسوعي منذ نعومة أظافري، وبفكر منتقد موروث من بيئة عائلية ومدرسية وجامعية ونقابية أيقنت فيها أن العلم له بداية ولا نهاية له، وبوجدانية عميقة متولدة من رمزية المكان وطبيعة المناسبة وشرف التكليف. فأي مكان يمكن أن يكون له رمزية أقوى وأنقى من جامعة القديس يوسف التي لها في الوجدان الوطني مكانة مميزة لن أستفيض في بيانها، فقد حملت منذ العام 1875 قيما ومبادئ أخلاقية وإنسانية ساهمت في تكوين الوعي الفكري والثقافي والوطني الذي أدى عندما توفرت الظروف الاستثنائية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى تأسيس الكيان اللبناني، وبالتالي إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920. أما طبيعة المناسبة فهي في ذكرى مرور 150 عاما على التأسيس، مبادرة اتحاد جمعيات القدامى إلى تكريم رؤساء الاتحادات والنقابات من خريجي الجامعة اليسوعية. وبخصوص التكليف فقد شرفني به زملائي المكرمون إذ انتدبوني للتحدث باسمهم، فرتبوا علي مسؤولية ومنحوني تكريما إضافيا. أما بعد، ولما كان زملائي المحامون قد أولوني شرف انتخاب نقيبا لهم، وبالتالي شرف ترأس أقدم وأعرق نقابة في لبنان والشرق، ولما كنا نقف اليوم في ذكرى تأسيس جامعة حاضنة لوطننا صاحب رسالة إنسانية فريدة نحن مؤتمنون على الحفاظ عليها وإنجاح التجربة اللبنانية بما في ذلك من غنى للبشرية جمعاء ومن تأثير على مستقبلها. ولما كان وطن الحق والحرية والإنسان هو أمانة شاهدة لتراث إنساني متواصل منذ 6000 سنة وتجسيد لقيم خالدة، فإنني أعلن باسم زملائي المكرمين رؤساء النقابات والاتحادات المهنية من قدام جامعة القديس يوسف في بيروت أننا نلتزم أولا بأن نحمل أينما حللنا وفي عملنا النقابي والمهني بشكل خاص القيم والمبادئ التي نشأنا عليها وترسخت في وجداننا بفضل تعليم الآباء اليسوعيين، وأن نعمل على نشرها وتعميمها. ثانيا أن نساهم بما أوتينا من قوة في أن تكون نقاباتنا واتحاداتنا نموذجا للعمل الشفاف والنظيف والمهني، وأن نعكس في جميع تصرفاتنا وأن نطبع في جماعاتنا الروح اليسوعية والقيم الإنجيلية بحيث يبقى الإنسان في صلب كل حركة ومحور كل اهتمام. ثالثا أن نعمل مع سائر زملائنا نقباء المهن الحرة وسائر القوى الحية في المجتمع وكل أصحاب الإرادات الطيبة على استنهاض الهمم من أجل المساهمة في إنقاذ وطننا الذي يواجه أزمة كيانية وجودية يقتضي إيجاد حلول دائمة وثابتة لها بهدف قيام دولة عصرية قائمة على الحق والعدالة والحرية. وفي الختام أشكر الأب الرئيس سليم دكاش مع التقدير الكبير للدور الذي قام ويقوم به في تنشئة الأجيال، هو الذي شغل طوال 18 سنة مركز رئيس مدرسة سيدة الجمهور التي كان لها الفضل الكبير على تنشئتي، وما زال يشغل منذ أكثر من 16 عاما رئاسة هذا الصرح الأكاديمي العريق
الذي تخرجنا منه دون أن يخرج منا، ونعود إليه في كل حين، ولا عجب في أن يحتضننا اليوم. كما أشكر اتحاد جمعيات الخريجين بشخص البروفيسور مكاري صاحب هذه المبادرة والساهر على إحيائها والذي عني بتنظيم هذا الحفل. عاش اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف المتحد على رسالة لبنان وقيمه. دمتم زملائي رؤساء النقابات في عملكم المهني الراقي. عاشت جامعة القديس يوسف جامعة يسوعية لبنانية إنسانية بامتياز. عاشت بيروت أم الشرائع حاملة شعلة الحق منذ أيام مدرسة الحقوق الأشهر في الإمبراطورية الرومانية لغاية اليوم. عاش لبنان وطنا سرمديا وموطنا دائما للحرية والإنسان.